السلام عليكم، عاملين ايه يا شباب؟ الحلقه ديت هنتكلم عن مباراه النادي الاهلي القادمه امام بيراميدز، وهنقول في نهايه الحلقه امكانيات اقاله لاسارتي. ولو انت عاوز تتابعني على فيسبوك وانستجرام وتويتر اللينكات في الوصف. هنبدا اول حاجه بموعد المباراه ان شاء الله تكون يوم الخميس الساعه 8 مساء. النادي الاهلي في المركز الاول برصيد 58 نقطه، لعب 25 مباراه. نادي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 57 نقطه، لعب 27 مباراه. هداف النادي الاهلي مروان محسن برصيد 5 اهداف. هداف بيراميدز إيريك تراوري برصيد 10 اهداف. المباراه دي صعبه جدا ومهمه للفريقين. النادي الاهلي عاوز يحتفظ بالصداره ويبعد شويه عن الزمالك وبيراميدز. نادي بيراميدز عاوز يتصدر الدوري. نادي بيراميدز عنده لعيبه مستواهم جيد جدا، سواء كان في الجانب الهجومي عندهم مثلا كينو دوت يعتبر من امهر لاعبي الدوري المصري، من افضل لاعبي الدوري المصري. برضو عندهم إيريك تراوري الصفقه الجديده اللي كان بيلعب في مصر المقاصه. وإيريك تراوري يا جماعه يعني اخر 3 مباريات احرز 5 اهداف، منهم هدفين في بتروجيت كان نازل بديل. يعني انت تخيل لاعب نزل بديل واحرز هدفين. برضه في ماتش الاتحاد السكندري احرز هاتريك 3 اهداف. إيريك تراوري لاعب فعال جدا على المرمى وبيقدر يستغل الفرص. برضه عندهم كريستيان بينافنتي، اللاعب دوت يعتبر صفقه جديده برضه، لاعب خطير جدا، لعب 8 مباريات احرز 3 اهداف وصنع 3 اهداف. بينافنتي لاعب مهاري جدا، بيقدر يلعب وينج يمين او وينج شمال او صانع العاب. هنيجي بقى نص ملعب بيراميدز، عندهم عبد الله السعيد، وعبد الله بيلعب يعني لاعب رقم 8 اللي هو فروم بوكس تو بوكس. وعبد الله الصراحه انا ما كنتش اتوقع اللي هو هيأدي بشكل كويس كده مع بيراميدز. يعني هو لعب 12 مباراه، شارك في 12 مباراه، سجل 3 اهداف وصنع 6 اهداف، معدل كويس جدا. بيزيد بشكل جيد في الجانب الهجومي، وهو عامل يعني توازن نوعا ما مع بيراميدز، بينزل يستلم من تحت، بيقدر يوزع اللعب بشكل كويس. عندهم برضو نبيل عماد دونجا بيلعب نص ملعب رقم 6 اللي هو ديفندر، واللاعب ده يا جماعه يعتبر من افضل لاعبي الوسط في الدوري المصري، وهو انضم المنتخب. وانا الصراحه كنت بتوقع كده. اللاعب ده كان في نادي الاسيوطي اصلا قبل ما يكون بيراميدز، وقدر اللي هو يثبت نفسه مع كل المدربين. اي مدرب يجي يلعبه، رغم ان النادي بيراميدز عامل صفقات كتير ولكن ما زال في التشكيل الاساسي. هنيجي بقى الجانب الدفاعي لنادي بيراميدز، وفعلا الجانب الدفاعي فيه مشكله. نادي بيراميدز بيعاني من الكرات العرضيه، بيعاني من الكرات الثابته، سواء كان يعني ضربات ركنيه او فاولات. اي كره عرضيه، اي كره عاليه بتسبب لهم مشاكل. مدافعين بيراميدز مش بيقدروا يتعاملوا بشكل كويس مع الكرات العرضيه. شفنا يعني في ماتش الاتحاد السكندري دخل فيهم تقريبا هدفين من الكرات العرضيه. فالنادي الاهلي يا ريت يقدر يستغل نقطه الضعف دي. بالنسبه لمدربهم رامون دياز، هو اكتسب الثقه بشكل كبير. يعني الراجل عامل 4 انتصارات متتاليه، والفريق بيتحسن بشكل ملحوظ، وهيكون عنده دوافع اللي هو يعني يكسب المباراه زي ما قلت مش هتكون سهله خالص، مباراه صعبه، مباراه قويه، هيكون في ثنائيات كتير قوي، هيكون في يعني دوافع من كلا الفريقين. طبعا احنا عارفين ان النادي الاهلي خسر في الدور الاول بنتيجه 2-1، فلاعبي النادي الاهلي هيكون عندهم الدافع بشكل كبير قوي اللي هم يكسبوا. وطبعا لاعبي النادي الاهلي عاوزين يعني يستمروا في الدوري بشكل كويس، عاوزين يحققوا من الانتصارات. النادي الاهلي عنده سكواد كويس، وخاصه في القائمه المحليه. احنا عارفين ان جيرالدو وصالح جمعه ما كانوش مقيدين في القائمه الافريقيه، وخلاص احنا خرجنا من افريقيا خالص. فنركز بقى في الدوري. عندنا جيرالدو في الجانب الهجومي، صالح جمعه، رمضان صبحي، وليد ازارو، موجود برضو حسين الشحات. ولكن يا ريت لاسارتي يلعب كل لاعب في مركزه. ازاي؟ يعني مثلا رمضان صبحي يلعب وينج شمال، جيرالدو يلعب وينج يمين، حسين لو لعب يلعب وينج يمين، بحيث ياخد من اللاعب اقصى ما عنده. طبعا احنا عارفين يا جماعه اللاعب لما يكون بيلعب في المركز الاساسي ليه بيأدي بشكل افضل. شفنا لاسارتي في بعض المباريات بيلعب رمضان صبحي وينج يمين واجاييه وينج شمال. انا من وجهه نظري رمضان يلعب وينج شمال، وجونيور اجاييه يريح شويه. اجاييه مستواه نوعا ما قل بشكل كبير المباريات اللي فاتت ديت. فانا من وجهه نظري يلعب بجيرالدو وينج يمين ورمضان وينج شمال. جيرالدو لاعب سريع جدا، لاعب بيقدر ينقل الهجمه بشكل كويس، بيقدر يعني يستغل المساحات، ذكي في تحركاته. فياريت جيرالدو يلعب بشكل اساسي من بدايه المباراه. برضه لاسارتي ما كانش بيعتمد على صالح جمعه، كان بيلعب دايما بناصر ماهر في مركز رقم 10 اللي هو صانع العاب، وكان يعني مخلي صالح جمعه بره السكواد خالص، او بيكون على الدكه بشكل كبير. لعبه يعني اخر مباراتين امام الاتحاد السكندري وقدر اللي هو يجيب هدف، ولعبه برضه في ماتش مصر المقاصه بشكل اساسي. ولما يلعب اكتر هيأدي بشكل افضل. هنيجي بقى لنص الملعب، لازم يكون عمرو السوليه
وجنبه حمدي فتحي. يعني لاسارتي ممكن بيلعب حسام عاشور، ولكن انا من وجهة نظري حمدي فتحي في الماتش ده هيكون مهم جدا. حمدي لاعب صغير، يعني جهده وفير في الملعب، ممكن يبذل جهد اكتر من حسام عاشور، بيقدر برضو يزيد في الجانب الهجومي، وفعال على فكرة في الجانب الهجومي، يعني بيجيد الكرات الرأسية. حمدي فتحي هيكون ليه دور مهم جدا في المباراة دي، وخاصة في الجانب الدفاعي. احنا عارفين ان بيراميدز قوي جدا في الجانب الهجومي، عنده كثافة هجومية بشكل كبير قوي، فلازم يكون لاعب من نص الملعب يغطي مع مدافعين النادي الاهلي. هنيجي بقى الجانب الدفاعي للنادي الاهلي. طبعا احنا عندنا مشاكل كتير في الجانب الدفاعي، عندنا اخطاء، اتمنى الاخطاء دي ما تتكررش، اتمنى يكون في تركيز من لاعبي النادي الاهلي في الجانب الدفاعي، اللعيبه تتمركز بشكل صحيح. لاعبي نادي بيراميدز في الجانب الهجومي عندهم سرعه في التحرك، عندهم لا مركزيه، ممكن يلخبطوا اي دفاع بكل امانه. كينو دوت لاعب مهاري جدا، بيعدي من اي حد. برضو مهاجم بيراميدز جون سوفونتس مهاجم قوي جدا، ان شاء الله ياسر ابراهيم يقدر يتعامل معاه. مطلوب من علي معلول يكون حريص شويه، بحيث يعني زي ما قلت هجوم بيراميدز بيأدي بشكل كويس جدا، ممكن يستغلهم يعني تقدم علي معلول ويلعبهم على الجبهه دي. فيا ريت علي معلول يكون عنده توازن في الجانب الهجومي والجانب الدفاعي. طيب تعالوا نشوف التشكيل المتوقع للنادي الاهلي ونادي بيراميدز. هنبدا بتشكيل النادي الاهلي. في حراسه المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع احمد فتحي، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، علي معلول، خط الوسط حمدي فتحي، عمرو السولية. في الجانب الهجومي جيرالدو، صالح جمعة، رمضان صبحي، ووليد ازار. اكيد هنشوف حسين الشحات ومروان محسن في الشوط الثاني. تشكيل بيراميدز: في حراسة المرمى احمد الشناوي، خط الدفاع رجب بكار، الميداني علي جبر، عمر جابر، خط الوسط نبيل دونجا، عبد الله السعيد. في الجانب الهجومي إيريك تراوري، بينافنتي، كينو، وجون سوفونيتس. دلوقتي هنتكلم عن امكانيه رحيل مارتن لاسارتي عن النادي الاهلي. للاسف لاسارتي فشل اللي هو يحقق المين تارجت لجماهير النادي الاهلي، اللي هي البطوله الافريقيه. بطوله الدوري مهمه طبعا وبطوله الكاس، ولكن الاهم عندنا هي البطوله الافريقيه. ولاسارتي طلع بدري قوي، يعني باتريس كارترون الموسم اللي فات او البطوله اللي فاتت خسر في النهائي من الترجي، ولكن لاسارتي طلع من ربع النهائي. وانا شايف ان اداء لاسارتي عشوائي نوعا ما، يعني لاسارتي مفيش خطه ثابته بيلعب عليها، الاعداد الذهني والمعنوي للاعيبه مش افضل حاجه. فمارتن لاسارتي اخره خالص مع النادي الاهلي مع نهايه الموسم. ولكن بقى لو لا قدر الله يعني خسر ماتش في الدوري او ماتشين في الدوري لا قدر الله، يعني ممكن يرحل عن النادي الاهلي، ولكن الكلام لحد دلوقتي اخره مع نهايه الموسم. دي كانت حلقه النهارده. عاوزك بقى تتوقع في الكومنتات نتيجه مباراه النادي الاهلي وبيراميدز، والتوقع الصحيح هنزل اسمه في الفيديو القادم. ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه. شكرا ليكم، سلام عليكم.